السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في اليوم بتاعنا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى ان شاء الله يا بنات يوم جديد وكمان روتين جديد، ان شاء الله تكملي معايا الفيديو ويعجبك وتتشجعي منه كده وتقومي تخلصي كل اللي وراكي. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجة بتعمليها وتخلصيها بسرعة ان شاء الله. تعملي بقى ايه النهارده يا منال؟ هنضف كده يا بنات الصلاه معاكم تنظيف عميق لاستقبال طبعا العيد الاضحى المبارك. ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى كل حبايبنا وعلى كل المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. الروتين بقى بتاعنا النهارده يا بنات عايزه اقول لكم كده كله رغاوي وتشجيع، ان شاء الله تتشجعي منه وتقومي تخلصي كل اللي وراكي. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان تخلصي كل اللي وراك ان شاء الله بسرعه. اول حاجه بقى عملتها زي ما شفتوا كده يا بنات، اول حاجه نظفت البلكونه عشان هخرج فيها الاعداد بتاعه الانتريه زي ما هتشوفوا دلوقتي، وكمان نظفت برضو الشباك وشديت الستاره كده برضو نظفتها، وبعد كده بقى نظفت الحيطان زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هشيل الحتت اللي هي على الانتريه دي عشان طبعا هغسلها، والاعداد بتاعه الانتريه دي يا بنات هخرجها على سور البلكونه بقى في الشمس كده تتهوى وتتعقم. عايزه اقول لكم في اليوم ده ما دخلتهاش غير قبل المغرب كده يجي بنص ساعه. صراحة أنا مسكت الصالة نظفتها كده خليتها فلة زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا احنا بقى يا بنات ده تنظيف عميق، وإن شاء الله الفرش هيبقى يوم الوقفة. ربنا يجعله عيد سعيد عليه على المسلمين جميعا. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده بحتة في ايديا، بعد بقى ما نظفت الحيطة كده من فوق بحتة في ايديا بقى بشيل التراب اللي على الترابيزة، اللي على الكراسي، اللي على طبعا الجزامة، يعني بشيل التراب من على كل حاجة عشان بقى لما أكنس أبتدي ألمع كده طبعا الحاجة بقى تلمع وتبقى نظيفة زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس دايما كده وانت بتعملي أي حاجة سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجة بتعمليها وتخلصيها بسرعة إن شاء الله. ورد بقى يا بنات اللي شلته من الفازة ده غسلته هو كمان، وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين شلت التراب من على كل حاجة. طبعا السجاد اللي على الكنبة ده يا بنات ده كنت غسلاه معاكم، يعني مجهزة بقى الحاجة كده اللي إن شاء الله هفرشها يوم الوقفة، فمجهزاها كده على الكنبة. الكنبة دي برضو نظفتها وشلت كده من عليها كل حاجة ونظفتها عشان بقى أحط عليها السجاد تكون نظيفة وزي الفل. هنا بقى جبت الحافظة دي قلت برضو أغسلها بالمرة وهشيلها بقى، لأن طبعا إن شاء الله هنفرش بقى بديل السجاد يوم بقى كده الوقفه ويوم الفرش، فقلت بقى اغسلها بالمره عشان ما يبقاش بقى عندي حاجه محتاجه ان هي تتغسل. حطيت بقى البانيو زي ما انتم شايفين كده يا بنات، وبعد كده حطيت شويه مسحوق وحطيت شويه كلوريل وهسيبها بقى تنزل كل حاجه فيها، وبعد كده بقى هشطفها مره واتنين لحد ما الميه بتاعتها تبقى نظيفه، وهسيبها تصفي وبعد كده هبتدي انشرها. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده هبتدي اكنس نص الصاله، لان طبعا هشد الكراسي عايزه انضف مكانها كده، فكنست نص الصاله الاول. على فكره يا بنات البلكونه انا نضفتها مع نفسي وخليتها زي الفل، وخرجت بقى الاعداد بتاعه الانتريه على سور البلكونه. شديت بقى هنا الكراسي بعد طبعا ما كنست كده نص الصاله، وهبتدي بقى اكنس وانضف كمان مكان الكراسي عشان ارجعها على نظافه. يعني شديت الكراسي كلها، الجزامه، التلاجة، كل حاجه شدتها ونضفت مكانها. طبعا في الفيديو اللي قبل ده يا بنات انا نضفت معاكم غرفه الولاد برضو تنظيفه عميقه وخليتها زي الفل، والنهارده بقى نضفت كده معاكم الصاله برضو تنظيفه عميقه. فاضل لي بقى غرفه النوم وكمان غرفه ندى ان شاء الله هنضفهم برضو تنظيف عميق. وهسيب بقى الشقه يعني هفضل محافظه عليها كده لحد طبعا يوم الفرش. هبتدي بقى ادي تلميعه على السريع كده للسيراميك، تلميعه بقى للخشب، للتلفزيون، لاي حاجه بقى هلمعها كده على السريع، وبعد كده هبتدي افرش. طبعا عايزه اقول لكم يا بنات انا بعمل ايه لو انتوا حابين يعني تعملوا زيي، لان طبعا الفيديو بتاع الفرش ان شاء الله هنزله لكم بعد العيد، لان طبعا في العيد بقى بنبقى بنعيد وبتبقوا عارفين بقى اللي هيسافر لاهله، فبصراحه ما بيبقاش حد بقى فاضي ان هو يشوف اي فيديوهات. فان شاء الله فيديو الفرش هنزله لكم بعد العيد. صراحه يا بنات يوم الوقفه بعمل ايه؟ طبعا يوم الوقفه يا بنات بنبقى صايمين، فاول ما بقوم من النوم ببتدي بقى اشيل الملايات بتاعه السراير كلها وابتدي اغسلها، يعني اي حاجه محتاجه ان هي تتغسل ببتدي اغسلها، لان طبعا هفرش ملايات نظيفه، او لو جايبه حاجه جديده هبتدي افرش. وطبعا بقى بدور على الشقه كلها كده، الحاجه اللي محتاجه ان هي تتمسح تتنضف ببتدي انضفها على السريع. انا منضفه تنظيف عميق فالحاجه هتبقى سهله عليا ان انا انضفها سريعا، يعني مش هتاخد مني اي وقت. بعد كده بقى ببتدي ادخل على المطبخ اجهز طبعا الفطار ونفطر، وبعد كده بشطب المطبخ اول حاجه. يعني بعد ما بنفطر ببتدي اشطب المطبخ واخليه نضيف زي الفل، وبعد كده بقى ببتدي اخرج على الشقه ما بتبقاش محتاجه اي حاجه غير تلميع على السريع وامسح السيراميك برضو على السريع، وبعد كده هبتدي افرش بقى الفرش الجديد او الفرش اللي انا هفرشه.
بعد بقى يا بنات ما بفرش طبعا شقتي، الولاد بقى بياخدوا الشاور بتاعهم، بعد كده بقى ابتدي اشغل بقى الغساله العاديه، اغسل بقى الهدوم اللي اتقلعت عشان ما يبقاش عندي غسيل. احنا عايزين بقى في العيد كده يعني اليومين بتوع العيد نريحهم كده وما نعملش اي حاجه. نعم احنا هنقوم برضو وهنشتغل وهنعمل كل حاجه، بس هيبقى الشغل خفيف. فطبعا هو ده اليوم بتاعي بيبقى يوم الوقفه، حبيت بس اقول لكم عليه لو انتوا حابين يعني تعملوا زي كده وتريحوا نفسكم. بصراحه اول يوم العيد، تاني يوم العيد، تالت يوم العيد، رابع يوم العيد ببقى مرتاحه. بقوم اعمل اكل، بقوم برضو انضف، بس كل الحاجات دي بتبقى على السريع يعني ما بتاخدش مني اي وقت. صراحة يا بنات أنا بحب أمشي على النظام ده، بيريحني وبحس كده بقى بتنظيفات العيد، وشقتي بتفضل نظيفة زي ما قلت لكم كده أيام العيد. بس دايما كده وأنت بتعملي أي حاجة سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجة بتعمليها، وإن شاء الله تخلصيها بسرعة. بقى زي ما انتم شايفين كده يا بنات بوريكم بقى ان الشلت او الاعداد بتاعه الانتريه خرجتها في البلكونه. طبعا البلكونه كانت متنضفه وسور البلكونه نظيف وزي الفل. دخلت بقى هنا على الحافظه، طبعا قلت برضو اشيلها من الميه دي وابتدي بقى ارجع يعني احطها في ميه نظيفه. وهنا كمان برضو حطيت الحتت اللي انا شلتها من على الانتريه او البياضات، حطيتهم برضو في الاوتوماتيك وسبتهم يتغسلوا كده زي ما انتم شايفين. قلت يعني على ما اخلص تنظيف الصاله هتكون الحاجات دي خلصت، طبعا الغساله خلصت، وهبتدي كمان برضو اشيل الحافظه اسيبها بقى تصفي لان انا شطفتها مره، وكمان برضو هشطفها مره لما اجي بقى اشيلها خالص واسيبها تصفي. هنا بقى جبت شويه ميه سخنين وحطيت عليهم شويه مسحوق اوتوماتيك وكمان شويه كلوريل، وقلت بقى مكان ما الولاد كده بيحطوا ايديهم زي ما انتم عارفين بقى بتبقى الحتت دي متبهدله، فقلت كده بالفرشه، الفرشه دي طبعا مخصصاها للانتريه بنات، ببتدي بقى اغسل كده عشان لما اجي افرش الكفر بتاع الانتريه يكون الانتريه عندي نظيف. كده بقى يا بنات انا مش هدخل طبعا الاعداد بتاعه الانتريه، انا هسيبها على سور البلكونه زي ما قلت لكم كده، انا دخلتها قبل المغرب، فهسيب بقى الانتريه ينشف كده براحته. المهم ان انا شلت من عليه التراب ونضفته زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هجيب البخاخ وطبعا الفوطه وابتدي بقى المع الخشب. عايزه اقول لكم الخشب ده كان عليه تراب كتير جدا، فلمعته بقى زي ما انتم شايفين، وكل حاجه بقى لمعتها، النيش، التلاجة، برضو فوق التلاجة يا بنات لمعته. في حاجات يا بنات ما بينفعش اصورها وانا يعني بنضفها، ففوق التلاجة نضفته وكمان فوق النيش على فكره، فالحاجات دي انا عملتها مع نفسي. بعد كده بقى نضفت الترابيزات وكمان نضفت الكراسي زي ما شفتوا والشاشه، كل حاجه يعني كانت محتاجه ان هي تتلمع ابتديت المع. صراحه عايزه بقى اخلص عشان ادخل اجهز الغدا للولاد، مش معنى ان انا بنضف اهمل في الولاد وما اعملش ليهم غدا. هتعملي غدا النهارده يا منال؟ بصراحه اول ما قمت من النوم يا بنات كان عندي في التفريز كيس من كفته الرز، وعندي كيس كمان كنت عاملاهم بصراحه قبل رمضان، فطلعت كيس والكيس التاني بقى قلت برضه اعمله في اي يوم. فقلت بقى على ما اخلص اللي انتوا شايفينه ده هيكون فك كده، ابتدي اعمله جنب شويه رز بشعريه وكمان شويه سلطه، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. صراحة يا بنات لما تكوني مرتبة اليوم بتاعك وعارفة كمان هتعملي أكل إيه بتحسي إن اليوم بتاعك يعني بصوا سهل كده وبتخلصي كل اللي وراكي. بس دايما كده وانت بتعملي أي حاجة سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في اليوم بتاعك وتخلصي كل اللي وراكي إن شاء الله. زي ما شفتوا بقى كده يا بنات لمعت كل حاجة، وكمان برضو الإزاز بتاعي طبعا الشباك. المهم إن أنا لمعت كل حاجة، أنا كده كده بعمل تنظيف عميق يبقى كل حاجة في الصالة أنضف. الميه بقى يا بنات اللي انا كنت بنضف بيها الانتريه طبعا عليها مسحوق اوتوماتيك وعليها كمان شويه كلوريل، فحطيتهم بقى على السيراميك وقلت يلا كده بقى اسمي الله وابتدي ارغي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الرغوه دي يا بنات بتتشد بكل سهوله بالمساحه، وبعد كده هنضف بالموب. بصراحه يا بنات كنت نفسي احط ميه اكتر من كده، بس طبعا ما ينفعش عشان الخشب، الميه طبعا بتبوظ الخشب. المهم ان انا حطيت شويه الميه اللي كانوا في البوله وابتديت بقى ارغي كده، دعكت الصاله كلها. بصراحه الصاله كانت نظيفه وكانت ريحتها حلوه قوي قوي. طبعا بعد بقى ما اشد الرغوه دي بالمساحه هبتدي بقى اجيب الجردل كده فيه شويه ميه سخنين واحط عليه معطر فريده وابتدي بقى انشف كده بالموب. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في اليوم بتاعك وتخلصي كل اللي وراكي ان شاء الله من غير ما تحسي انك تعبتي. خلاص بقى دعكت السيراميك زي ما انتم شايفين كده، هبتدي بقى اجيب المساحه واشد الرغوه دي وهتبقى سهله عليا لان مفيش ميه كتير. المهم ان انا بقى هشد الرغوه دي وزي ما قلت لكم كده بقى هجيب شويه ميه سخنين واحط بقى معطر فريده عشان كده اكمل بصوا الروايح الحلوه وكمان بقى النظافه كده والتعطير. هنا بقى شديت طبعا الميه زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اجيب زي ما قلت لكم الجردل واحط فيه طبعا المعطر. بصراحه انا بحب معطر فريده بيفضل ثابت وقت طويل، المعطر اللي هو بتاع المفروشات والمعطر برضو اللي بمسح بيه السيراميك. البلكونه هي كمان يا بنات كنت برضو مسحتها ونضفتها، البلكونه زيها زي الشقه بالظبط، يوميا بنضفها البلكونه بتاعت الصاله والبلكونه كمان بتاعت غرفه النوم، يعني يوميا كده بنضفهم زيهم زي الشقه.
كمان برضو قدام باب الشقة يا بنات برضو يوميا بكنسه وبمسحه، عشان برضو دي دخلة البيت بتاعي او دخلة الشقة بتاعتي، فلازم برضو يكون نظيف وزي الفل. مسحت بقى الصالة ونضفتها، وطبعا بقيت الشقة بقى نضفتها مع نفسي كده وخليتها زي الفل. اللهم لك الحمد. ربنا يا بنات يدينا الصحة وما يحوجناش لحد، اللهم امين يا رب العالمين. وكمان يا بنات عايزين برضو ندعي لولادنا ربنا يهديهم ويبارك فيهم ويجعلهم من الصالحين يا رب، ولادي وولادكم اللهم امين يا رب العالمين. وندعي كمان برضو للي نفسها في اولاد ربنا يرزقها يا رب بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص بقى يا بنات زي ما انتم شايفين كده نضفت الصاله وظبطتها كده وخليتها فله زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اعطرها، وطبعا مش هفرش اي حاجه زي ما قلت لكم بقى، الفرش ان شاء الله هيبقى يوم الوقفه. خلاص بقى هبتدي اطفي النور. وبصراحه السجاده بتاعه المطبخ كانت محتاجه ان هي تتغسل، انا غسلت السجاد كله، بس سجاده المطبخ ما كنتش لسه غسلتها، فقلت يلا هي مش هتاخد مني اي وقت. هبتدي كده بقى اسيب عليها الميه واحط شويه مسحوق، وبالفرشه هبتدي ادعكها. عشان طبعا بقى يا بنات لو دخلت المطبخ مش هخرج بقى منه غير على كده المغرب، لان طبعا انتوا عارفين هدخل اجهز الغدا، وبعد الغدا طبعا تشطيب المطبخ، ولو في حاجه برضو محتاجه تتعمل في المطبخ هبتدي اعملها. فقلت اخلص بقى من السجاده دي، هي مش هتاخد اي وقت، وبصراحه الفرشه دي كمان بتريحني. المهم ان انا سيبت الميه، طبعا بغرقها ميه الاول، وبعد كده بحط شويه مسحوق وابتدي بقى ادعكها، وبعد كده طبعا ببتدي اشطفها كويس واسيبها تصفي، وبعد كده هنشرها على سور البلكونه زي ما هتشوفوا دلوقتي. كده بقى السجاد بتاعي كله نضيف، طبعا كده احسن، عشان لما اجي بقى افرش يبقى السجاد اللي هشيله يكون نضيف. خلاص بقى غسلت السجاده ونضفتها، وهبتدي اشطفها واسيبها بقى على الحوض بس تصفي، هي بتصفي على طول على فكره، لان السجاده دي خفيفه. وبعد كده بقى هبتدي اخرج انشرها على سور البلكونه زي ما انتم شايفين كده. وكمان الغساله برضو كانت خلصت، والحافظه بقى كنت غسلتها كده مره واتنين وتلاته، وبرضو سبتها تصفي ونشرت بقى زي ما انتم شايفين كده. قلت برضو الحاجات دي تتشمس كده وتتعق. انا بحاول على قد ما اقدر بصراحه ما اخليش عندي غسيل، يعني اول باول كده الحاجه اللي بشيلها ببتدي كده اسمي الله وصلي على الرسول، وابتدي على طول اغسلها. بقى قبل ما ادخل على تجهيز الغدا بصراحه السكريه او العلبه دي كانت فاضيه وكانت مغسوله، فقلت كده افضي فيها كيس سكر، وكمان برضو علبه الزيت كان فيها شويه كده صغيرين، يعني الازازه بتاعه الزيت كان فيها شويه صغيرين، فقلت برضو احطهم في العلبه دي. وبصراحه بقى كان عندي باميه في التلاجة بقالها كذا يوم ومش هعملها بصراحه، فقلت حرام بدل ما اسيبها تبوظ، لا انا طبعا غسلتها وسبتها تصفي زي ما انتم شايفين في المصفى كده. ولما نشفت خالص هبتدي بقى انضفها، وبعد كده احطها في كيس وادخلها على الفريزر. بصراحه تفريز الباميه سهل جدا يا بنات زي ما انتم شايفين كده. وكمان كنت مفرزه معاكم تقريبا برضو في الصيف اللي فات باميه، هي كانت خلصت ما فاضلش بس غير كيس هوريه لكم دلوقتي، عايزه اقول لكم بنفس لونها. بصراحه اكتر حاجه بحب افرزها الباميه والبسله وكمان الملوخيه. انا بصراحه بحب افرز نوعيات الخضار اللي قلت لكم عليها دي يا بنات، لان ولادي بصراحه بيحبوها. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده خلاص خلصت بقى الباميه، هي ما خدتش وقت لان تقريبا ده كان ربع كيلو، فما خدش مني اي وقت. قلت يعني اعمله كده قبل ما ادخل طبعا على تجهيز الغدا. هحطه بقى في كيس او في علبه واخرج الهواء خالص منه، وابتدي بقى اقفله كويس وادخله على التفريز. هنا بقى يا بنات بوريكم الكيس اللي كان موجود عندي من الصيف اللي فات، طبعا الكميه كلها ما شاء الله بألف هنا اتاكلت. الكيس ده اللي فاضل بنفس اللون زي ما انتم شايفين كده، طبعا بقى هرجعه على التفريز. وضربت بقى شويه طماطم كده في الخلاط، وعليهم يا بنات نص قرن فلفل احمر، عايزه اقول لكم بيخلي الصلصه طعمها حلو قوي قوي. عندي بقى هنا حله حطيت معلقتين من الزيت، وهبتدي احط معلقه صغيره من الثوم، هديها تشويحه، وبعد كده هبتدي انزل بقى بالصلصه. الصلصه دي يا بنات انا مصفياها، يعني الطماطم دي ضربتها في الخلاط مع نص قرن فلفل اخضر ونص قرن فلفل احمر، وبعد كده صفيتها وحطيت معلقه من الصلصه كمان. يا بنات الصلصه اختياري. وبعد كده بقى احط التوابل اللي انت حباها، واهم حاجه حطي معلقه من السكر، اي حاجه فيها طماطم بحب احط معلقه صغيره من السكر. وحمرت كده شويه رز بشعريه. وهنا بقى هبتدي اصبع كده او اكور الكفته، انا بصراحه بحب اعملها كور زي ما انتم شايفين كده، لو حابه تصبعيها براحتك خالص. المهم بقى ان انا هصبع الكميه كلها وهبتدي اقليها. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان انا بحبكم جدا جدا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، بجد انتوا اجمل اخوات واجمل عيله، ربنا يخليكم ليا ويكبر بخاطركم على الكلام الحلو اللي بتكتبوه ليا. شكرا جدا على كلامكم الجميل الطيب اللي شبه قلوبكم الطيبه، بجد يا بنات ببقى مبسوطه وفرحانه بكلامكم الجميل، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، انتوا اجمل عيله واجمل اخوات في الدنيا، دايما كده مع بعض يا بنات، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يا بنات بتمنى من كل قلبي كل فيديو بنزله ليكم يكون بيعجبكم كده وبتشجعوا منه، انا عارفه طبعا ان انتوا شطار يا بنات واحسن مني، ولكن زي ما قلت لكم قبل كده احنا بنشجع بعض، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، اجمل واحلى اخوات في الدنيا، بحبكم في الله. حابه بقى افكر اخواتي وحبايبي اللي بيتفرجوا على كل فيديو كده ولسه ما اشتركوش في القناه، يلا بسرعه بقى انضم لعيلتنا الجميله المحترمه عشان القناه كده تكبر وتفرحوني، ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويخليكم ليا، اجمل واحلى اخوات يا بنات.
هنا بقى كنت قليت الكفتة. فاكرين بقى يا بنات لما كانت أمهاتنا تقلي الكفتة كنا نقعد كده نتسلى فيها على ما تيجي تحطها في الصلصة نكون خلصناها، بيبقى طعمها حلو قوي وهي مقلية. أنا عندي برضو الولاد بيحبوها، وبصراحة برضو بيبقى طعمها حلو قوي وهي في الصلصة. خلاص بقى يا بنات زي ما انتم شايفين جهزت الغدا وهنتغدى. ربنا يا رب يديم علينا نعمة، اللهم امين يا رب العالمين. وشطبت بقى المطبخ مع نفسي، وكان عندي بصراحة برقوق قلت برضو احطه للولاد. ولحد هنا احبابي الفيديو بتاعي يكون خلص. لو عجبكم الفيديو بقى يا بنات ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش بقى يا بنات كلامكم الجميل اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.